السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم حبيت نحضر معكم بيتزا. هذه البيتزا سهلة وخفيفة ولذيذة. تفضلوا معايا شوفوا الطريقة. هنا عندي حوالي 3 حبات طماطم من الحجم الصغير. تقدروا ديروا 2 حبات يكونوا شوية كبار. عندي 2 فصوص توم مسكرفجين مع قليل من البصل. نزيد نضيف قليل من الملح، قليل من السكر، أيضا طماطم مصبرة تقدروا تحطوا حتى ملعقة كبيرة. أيضا نزيد قطعة تاع زبدة، ملعقة كبيرة تاع زيت المائدة، ونحط كلش في كاسرونة. أيضا نزيد نحط توابل فلفل الكحل مع قليل من فلفل عكري. أيضا عندي ورق رند مع قليل من الزعترة. بعد ما غلت الصلصة نحط لها قليل من الماء، ونزيد نخليها تكمل طيابها حوالي 10 دقائق وراح تكون جاهزة كما راكم تلاحظوا. عندي حوالي كاس صغير خليط من الماء والحليب، لازم يكون دافي. أيضا نزيد نحط ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة زيت، ونحط الفارينة تدريجيا ونخلط بيدي. نقعد هكذا غير باش بالعقل نحط الفارينة حتى نلم العجينة كما راكم تلاحظوا. بعد ما لميت العجينة نحط ملعقة صغيرة تاع زبدة، نزيد نحط لها شوية ملح وندخلها في العجين هكذا. راني ندخل في هاد الزبدة ومام راني نعجن فيها كما راكم تشوفوا. بعد ما لميتها نغطي عليها وخليها تختمر. تقدروا تخلوها تختمر على مرحلتين، يعني تخمم تنزلوا لها الخمور ومن بعد تزيدوا لها المرة الثانية حتخرج هايلة. نزل لها الخميرة. أنا عندي سنيوة من هذا النوع حطيب مليح. من الأحسن تحلوا العجينة بالحلال وتحطوها في هذه السنيوة. نحط صلصة الطماطم نمشيها كامل على العجينة. أيضا نزيد نحط قليل من زيت الزيتون. هذه خطوة اختيارية، يعني زيت الزيتون حتعطيها ذوق بنين لهاد البيتزا. عندي حبيبة زيتون كحل. أيضا نزيد نحط معدنوس. أيضا نزيد نحط فروماج غابي كما راكم تلاحظوا. من بعد نخليها تختمر وندخلها للفرن يكون سخون على أعلى درجة. بعد ما اختمرت ندخلها للفرن ومن بعد تشوفوها جاهزة. بعد ما طابت الخبزة تاع البيتزا نزيد نحط من الفوق فروماج غابي مع شوية تاني أيضا معدنوس. يعني أنا الكمية اللي درتها تاع خبزة تاع بيتزا تقدروا تضعفوا المقادير. البيتزا راهي جاهزة، سهلة ولذيذة.
نجهزوها في وقت قصير. نقطع لكم مرصو تشوفوا كيفاش جات جات خفيفة وبنينة. كما قلت لكم إذا تحبوا كمية أكبر ضاعفوا المقادير. كانت هذه هي الوصفة تاعي، نقول لكم إلى اللقاء مع وصفة جديدة، في أمان الله.